رجع من الموت في يوم من الأيام سنة 1889 في قرية صغيرة في أمريكا. كان في راجل اسمه جون باركر. الراجل ده وقع فجأة في الشارع وقطع النفس. الدكاترة كلهم قالوا إنه مات، وأهله كلهم سلموا للأمر الواقع إن الراجل مات. وطبعا علشان إكرام الميت دفنه بدأوا يجهزوا في الجنازة بتاعته. في يوم الدفن بقى وهم بيحطوه جوه التابوت، اللي موجودين في الجنازة حسوا إن في حاجة بتتحرك. في الأول افتكروا إنهم بيتخيلوا، الجو حواليهم كئيب وممكن يهيأ لهم أي حاجة. لكن فجأة جون فتح عينيه. الناس كلها صرخت وجريت من الخوف، واهل الصدمه ما بقوش مصدقين اللي هم شايفيه. الراجل ده اللي حصل له هو حاله مرضيه، والحاله دي نادره واسمها حاله موت زائف. الجسم بكل وظايفه بيبان انه مات لكنه لسه عايش ومخه شغال. جون ده عاش بعد الحادثه دي 20 سنه تانية. كان كل ما يعدي على مقابر القريه الناس كانت بتبص له بخوف. لو الحكايه عجبتك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه لو لسه مش مشترك، وسلام.